نجاح تام بالنسبة للتصويت، لكن دعنا أستاذ عبد الله نسمي الأشياء بمسمياتها. أنا أتحدث من منوال ثورة وثورة مضادة، يعني حدثت ثورة وهناك ثورة مضادة. اليوم يمكن أن نعزي الشعب التونسي في الثورة التونسية، يعني بالنسبة للثورة كثورة انتهت تقريبا. عادت الدورة العميقة، والمشهد الذي نراه هو آخر تتويج لدفن الثورة التونسية كما انطلقت في سيدي بوزيد والقصرين والرقاب في 17 ديسمبر 2010. دفنها على الإطلاق، يعني دفنت مطالب الثورة التونسية. مطالب الثورة التونسية إن كنت أتجنى على فليصححني الجماعة، يعني طالبت بالتشغيل استحقاقي عصابة السراق. عصابة السراق هي التي تحكم اليوم. عادت الدولة العميقة بشكل آخر. الأخطر أنها عادت من داخل صناديق الاقتراع. هناك تحالف بين الحزب الذي كان الجميع يدافع عنه وأنا كنت أدافع عنه عندما كان في السلطة، وهو حركة النهضة، وضع يده في يد جلاد الشعب وأنقذ الجماعة عوض أن ينقذ الثورة. أنت لا تجد وزيرا واحدا من الوزراء ثوريا، وإنما أغلبهم إما من التجمع الدستوري الديمقراطي أو ليبراليون. يعني الليبرالية المتوحشة هي يعني عصابة السراق، هي العائلات التي ستعود لتحكم وتجمع الثروات كما كانت تفعل. اليوم جبل الشعام خرس الإرهاب، انتهى لأنه كان يدار من الداخل، يعني كان من أجل فقط تقويض الشرعية. لديك وزراء يعني عليهم شبهات كبيرة، مثل وزير الشؤون الدينية، هذا بطيخ كان يشتغل عند بن علي ورفض حتى الصلاة على أمير شهداء تونس محمد البعزيزي. يعني لديك وزير خارجية أيضا، وزير الداخلية عليه شبهات كبيرة. نحن لسنا ضد الأشخاص، نحن ضد الناس التي تمثل المنظومة القديمة. وزير الداخلية كان يعني يرسل تقارير بأصدقائه يعني وبزملائه، كان من وشاتهم بوليس بن علي. وزير الخارجية الذي تحدث الآن في التقرير وقال إشعاع تونس طالب في مرحلة معينة بتدخل دولي. يعني تصور وزير الداخلية خارجية طلب من قوى أخرى أن تتدخل في تونس لإنقاذها بشروط كارثة. لكن أليس قدوم هذه الحكومة أو هؤلاء المسؤولين إلى رأس السلطة عن طريق الاقتراع يترك المجال للشعب التونسي ولمن قاموا بالثورة بالقول بأنهم يعني هم من اختاروا وسيراقبون وبيدهم القرار إن صح التعبير بتغيير بالنزول إلى الشارع ربما مرة أخرى؟ نعم، أقول لك يعني أنا دائما يعني منحاز للثورة وللثوار، للشهداء، للفقراء، لكذا. عندما أقول لك مثلا أن أهالي مكثر والقصرين يعانون الموت والاحتقار فأعرف عما أتحدث. عندما أقول لك أن سكان شاطئ السلام في جابس يموتون بالسرطانات فسيموتون بالسرطانات، لا يتحول شيء. الشعب انتهى أمره، الطبقات المسحوقة ستبقى مسحوقة. لماذا أقول لك ذلك؟ لأن الانتخابات كانت مزورة، الرئاسية والتشريعية، ولا أحد يستطيع الحديث عن ذلك بما في ذلك حركة النهضة. ويمكن أن تعود إلى ما حدث، تزوير أفقي وتزوير عمودي، لا مجال هنا للخوض فيه لأنه يأخذ وقت أكثر. ما يقدم لنا اليوم هو إما أن ترضوا بهذه الحكومة بهذا المشهد، وإما أن يعود الإرهاب وتعود داعش والفزاعات ونخيف الناس. لكن انظر المؤشرات أستاذ عبد الله، عندما ترى المدون أيمن بن عمار يحكم اليوم ب4 سنوات سجن، وعندما ترى سجين ابن سيد شهداء المؤسسة العسكرية المناضل ياسين العياري يسجن، يعني وهي بالونات اختبار للمدونين وللأحرار وللثوار. إن لم يصمت منكم أحد فإنه سينال السجن والقمع والإرهاب والتعذيب. التعذيب ما زال يمارس في أقبية الداخلية، يعني القتل ما زال يمارس، التهميش ما زال يمارس، الاحتقار ما زال يمارس. جميل، لكن الحكومة اليوم يعني تبدأ يومها الأول. نعم. ألا تستحق أن نترك لها بعض الوقت لنرى ربما أداء وكفاءة هذه الحكومة؟ نعم أستاذ عبد الله، أنا أتمنى أن يكون تحليلي خاطئا وأن أتجنى، لكن أراه من وجهة نظر ثورية. لكن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تنتظر من عصابة السراق ومن وزراء بن علي والذين عاشوا في ظل الطرابلسية والعصابات أن ينقذوا ثورة؟ مستحيل، يعني لا يوجد فيها وجه ثوري إطلاقا. والكارثة الكبرى أن النهضة التي ضحت قواعدها في سنوات الجمر وعذبت ناس واغتصبت لم يحاكم جلاد واحد. أستاذ عبد الله، تصور أن يأتيك في وسائل الإعلام جلاد الشعب، هذا واحد اسمه شقيف، ويقول لك أنا عذبت وقتلت واغتصبت، فما أنتم فاعلون؟ يعني لن تفعلوا لشيء. وهذا الشعب التونسي الذي وصفناه بالواعي، بالمثقف، نعم. بالناضج. نعم. يعني غير صحيح. خدع بالانتخابات. هو لم يخدع. مسألة الوعي أستاذ عبد الله، دعنا نقرأ القراءة يعني موضوعية. بن علي عندما صعد في خطاب في بيان 7 نوفمبر أول شيء قاله بن علي يعني الداهية، قال لقد بلغ الشعب التونسي من الوعي ما يسمح لنا بالتغيير الأخير. هذا قيل سنة 1987. نفس الشيء يقال ذلك. لا، هذا غير صحيح. هناك، انظر ماذا هناك في تونس، هناك دولة عصابات تملك السلطة والسلاح وتبرم صفقات وتبيع ثروات. مؤخرا صودق على قرض ب$1 مليار بفائض ما يقارب 6%، وهي كارثة يعني.
كارثة كبيرة. وزارة التربية تعطى لشخص، اعذرني على الكلمة لكن هذا حقيقي، يعني هو يحتاج إلى تربية. يعني كارثة على مستوى تحطيم الوزارات. يعني كيف يمكن لهؤلاء الذين قدمت لديهم وزارات لا يملكون كفاءة وإن محاصصة واقتسام للغنائم أن يخرجوا بالبلد من أزمتها؟ أتمنى أن غير أكون متفائل. أنا أتمنى أن كل ما قلته أستاذ عبد الله، أتمنى أن أكون مخطئا، وأتمنى أن هؤلاء سيذهبون إلى العمل ونتمنى لهم الخير والنجاح والسداد. لكن دورنا كملاحظين ومراقبين هو التنبيه لحالات الانحراف على ثورة تونس وعلى دماء شهداء الثورة التونسية. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية، على استضافتك أو على قدومك إلى فرانس 24.